وتعرف من اشتهر من أفراد هذه الجماعات التي عمت الفتنة بها وابتليت الأمة وشمت أعداء الإسلام بالأمة بسبب آرائهم وتصرفاتهم. من هؤلاء من يوالي أهل البدع المجاهرين بعداوة الصحابة والتابعين وأهل البيت المكرمين رضي الله عن الجميع، ومن يجاهر بعداوة أئمة السنة وأتباعهم من أهل العلم المعاصرين، حتى أنه يذكر رؤوس البدع ويثني عليهم، رؤوس الكفر من المستشرقين والمستغربين وغير ذلك، ولا يذكر علماء السنة المعاصرين ولا خطأ على لسانه. إيش معنى هذا؟ أنه يشيد بالرافضي الفلاني، بالقبوري الفلاني، بالفلاني الفلاني، ولا يذكر علماء السنة المعروفين اليوم الأكابر الذين أمضوا أكثر من 60 سنة في الدعوة والعلم والتعليم، ولا خطأ على لسانه، ما يثني عليهم ولا خطأ على لسانه، ما يمكن يجري، لأن لسانه منعقد تبعا لقلبه على حب الخصوم، خصوم الإسلام، وعلى بغض أئمة الإسلام. انتبه لهذا، لا تغتر، وتعرف أن هؤلاء من سماهم وشأنهم التلون والتقلب والمكر والحيلة والتواطؤ من أعداء الإسلام سرا، والتغرير بشباب المسلمين ونساء المسلمين وعوام المسلمين.